ازيكم يا بنات؟ فيديو جديد. النهارده المفروض ان انا هتكلم عن حاجه في بنات كتير بيسالوا عليها، اللي هي الفير. في بنات كتير قوي بتسال اجيب فير ايه، او ايه احسن نوع، ايه اللي بيبوظ، ايه اللي ما بيبوظش، ايه اللي ممكن يقعد معايا كتير، ايه اللي ما يتعبنيش، ايه اللي يخلي شعري شكله حلو. في حاجات كتير قوي البنات ما بتاخدش بالها منها كمان وهي بتشتري الفير، او ما بتحطهاش في دماغها. فحبيت ان انا اقول لكم انواع الفير اللي انا برشحها عن تجربه، لان انا بستخدمها بقالي فتره طويله. اول نوع فير انا بستخدمه اسمها كرييت، ماركه كوري. المفروض ان هي بقالها 9 سنين معايا، ما باظتش، نفس الكفاءه نفس الاداء. و جاس وات، انا غشيتها من الهير دريسر بتاعي. عشان كده اي واحده ما بتثقش في رأي حد، تروح للهير دريسر بتاعها تشوف هو بيستخدم ايه وتغش منه لو عجبتها في شعرها بأيا كانت الطريقة، سواء هي تطلع شعرها حلو او ما بتجهدش شعرها، او ايا كان عجبتها. روحي قولي له عايزة منها، لو هو عنده منها جديدة خديها، لو مش عنده اطلبيها اونلاين، بس من السايت الاصلي بتاعها. ودي كريت اللي انا بقول لكم عليها. سوري ان هي شكلها سيء شويه، لانها زي ما بقول لكم بقالها 9 سنين معايا. فاكيد كفاءتها عاليه، واكيد جودتها كويسه قوي. بتعمل كيرلي، بتعمل ويفي، وبتعمل ستريت. متقسمه من 60 ل 180 فahrenheit. بس يعني انا مش عارفه هي بتتنطق ازاي، بس هي اصلا مش مكتوب عليها مش مكتوب عليها هي بايه، بدرجات الحراره العاديه ولا بالدرجات العجيبه التانية. لو عايزه تجيبي حاجه وما بتجهدش الشعر على فكره خالص برضو، لو عايزه تجيبي حاجه مضمونه وتقعد معاكي فتره طويله وجودتها عاليه وشديده متينه، ما تبصش، وكفاءتها عاليه، هاتي كريت. تاني حاجه بستخدمها، ترى ال HSI Professional. HSI Professional دي المفروض ان هي امريكي. اهي الاديشن ده بالذات مصنف الاول على قائمة احسن 10 مكوات او فيرات على مستوى العالم، من سنتين او 3 سنين تقريبا. فيها مزايا كتير قوي، غير ان هي ما بتجهدكيش وانتي بتعملي. شعرك بيبقى ثابت في اطول فترة ممكنة. فيها برضو ميزة ان هي توزيع الحرارة فيها من السنتر زي الاطراف بالظبط، لان في انواع مكوات السنتر بيبقى متركزة فيها الحرارة اكتر من الاطراف. عليها طبقة بتمنع ان هو شعرك يقف. عارفة لما تعملي شعرك كده تلاقيه بيقف؟ اوكي، عليها الطبقة دي. كمان ما بتجهدش شعرك لا بعد ما بتغسليه ولا على اللونج ران. ممكن تعملي بيها كيرلي او ويفي برضو. مش معنى ان هي فلات فهي ما تعرفيش تعملي تصرفي بيها، لا تقدري تعملي فيها. مقسمة من 140 ل 410، دي حرارتها اعلى. دي بقى لها معايا سنتين، وبقت مع ناس اعرفهم، وكان بقى لها اكتر من سنتين مع ناس اعرفهم من 3 سنين تقريبا او 4 سنين. فا I guess ان دي برضو مرشحة قوية جدا ان انتي تقدري تجيبيها لو انتي عايزة انك تجيبي فير محترمة، وتعلمي انك تعملي شعرك لوحدك. لان انا لما اتعلمت اعمل شعري لوحدي وقبل ما يبوظ، لان هو المفروض بايظ دلوقتي، كنت اكشلي وصلت ان انا بعمله احسن من الهير دريسر او الكوفير اللي انا بتعامل معاه. ايفن القصات اتعلمت تقصي شعرك لوحدك. انا كنت براقبه وكنت بشوف هو بيعمل ازاي وتكنيك القص بتاعه ازاي، وكنت اكشلي في الاخر بدات اقص شعري لوحدي. حبه حاجات كده ماشي باي ذا واي يعني. لما تيجي تغسلي شعرك، ما تغسليش شعرك بالشامبوهات الموجودة في السوق العادية اللي هي الطبيعية، بدون ما اقول اي اسماء. هاتي شامبو طبي ايا كان سعره، حتى لو سعره قليل على الاقل هيبقى احسن من الحاجات التانية. لما تيجي تغسلي شعرك حطي اغسليه من جذوره بس، ما تغسليش الاطراف. انا جربت الطريقة دي بقالي اكتر من 6 شهور دلوقتي، وشعري هايل، عجبتني جدا وما بوظتش شعري يعني. شعري احسن، شعري اتحسن على الطريقة دي.
لما تطلعي من الشاور وتيجي تسرحي شعرك استني عليه شويه لغايه ما يعني مش وهو مبلول، يعني حتى بعد ما تنشفي شعرك بتحسي ان هو مبلول شويه، خليه يهدى شويه وبعدين سرحي بمشط خشب واسع. الحاجات دي سواء شعرك كويس، سواء بيقع، سواء خفيف، سواء متقصف، حتى لو انتي مش محتاجه ان انتي تهتمي بيه لازم تمشي على الحاجات دي علشان ده الاصح وده الافضل وده اللي ما يضرش شعرك. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، ولو ما عجبكوش الفيديو اعملوا لايك شير اند سبسكرايب برضو. اشوفكم الفيديو الجاي.